السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة إن شاء الله هنتكلم على حاجة غريبة أوي بتحصل. أنا مش لاقي لها بصراحة تبرير ولا تفسير. أنتوا ليه مصممين على الفشل يا اتحاد الكورة ويا لجنة الحكام؟ وليه مصممين على استفزاز الناس وعلى تصرفات غلط تتحسب على فرض حسن النوايا تتحسب بالطريقة دي؟ ليه أمين عمر؟ ليه من زمان بتعملوا كده؟ أنا فاكر واقعة زمان حصلت، كان ماتش الزمالك والأهلي، وقال لك احنا هنحكم تحكيم مصري، هنحكم تحكيم مصري. لا الاهلي قال لا ولا الزمالك قال لا. راح وفد من الزمالك ووفد من الاهلي واجتمعوا مع وزير الشباب والرياضه، والاهلي اعترض على جمال صدقي وقال لك اي حكم تاني ماشي. الزمالك اعترض على قادر عبد العظيم وقال لك اي حكم تاني ماشي. إذ فجأة 5 أطقم حكام نازلين الملعب بيسخنوا قبل الماتش، حكموا 2 لاين مان، حكموا 2 لاين مان، وهكذا. ما فيهمش لا قادر عبد العظيم ولا جمال صدقي. اللعيبه خلصت تسخين، دخلوا اوضه اللبس بيغيروا، نزلوا الملعب لقوا في وشهم قادر عبد العظيم. طبعا توتر واستفزاز وشغل مخابراتي مش شغل رياضه، وحصل اللي حصل في الماتش والاهلي كسب 3-1. وطبعا حصل مشاكل بقى وكان شكلنا وحش قوي. ده واقع من الوقائع اللي هي ايه، بتحس باستفزاز، تخطيط معين، حاجه كده. ومن ده كتير قوي، بس هو الواحد بيضرب مثل بالايه، باللي بيحضره ذهنه يعني. امين عمر السنه اللي فاتت خرب الدنيا مع الزمالك ووقع الفرقه. انت عندك في كل الحكام الموجودين مفيش غير امين عمر اللي تحكمه. طب هو الزمالك من دلوقتي بيقول لك انا معترض على الحكم. انا برضو بكرر ده على فرض حسن النوايا، مع ان انا عارف ان هي مش متوافره. وطبعا لازم دلوقتي تبدا شغل بقى ايه، تعطيل المسيره والعراقيل، ولازم الزمالك يقف ويتعطل ويقع. ما ينفعش يكسب، ما ينفعش يبقى بالمستوى ده. طب والتخطيط اللي احنا كنا مخططينه، اللي احنا كنا ناويين ندمرهم، ماشيين اول الدوري كسبانين المصري وعاملين عليه جيم ملوش 30 حل، والاهلي الناحيه الثانيه بيقع وفي ال 16 ولا في ال 15. لا 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 لا، الحق اتدخل زي ما قلنا قبل كده، الحق ان النوس بيقع. يا جماعه ما ينفعش كده، والله العظيم ما ينفع كده. ما تتصرفوا بحياديه شويه، اتصرفوا بعقلانيه، اتصرفوا باحترام، مش كده. اشمعنى امين عمر؟ اشمعنى في التوقيت ده بيحصل الحاجات دي؟ ليه؟ حاجه مستفزه بصراحه يعني. والله الواحد بيتكلم وبيعمل فيديوهات من خنقته من اللي انتوا بتعملوه. احنا مصممين نمشي طريق الفشل في المنظومه الرياضيه في مصر بقوه واصرار. لو احنا القوه والاصرار دي على النجاح كان زماننا انجح دوله في العالم. طب هتيجي بقى تقول المبررات. ايه بقى المبررات؟ احنا ما ينفعش ما نعينش حكم، احنا مش هينفع نسمع كلام الانديه، احنا. يا عم تريح نفسك، يا عم اتصرف عدل. طب انت امين عمر لما السنه اللي فاتت خرب عملت معاه ايه؟ ولا حاجه. ده دلوقتي في فار وفي قطه وفي تكنولوجيا برضه مش نافع. يعني واقعة طرد الشناوي دي انا لغايه دلوقتي مش لاقي لها مبرر، ولا حد طلع علق عليها، ولا حد اتناقش فيها، لا في برامج ولا غير برامج. الواقعه دي بقى لو ضد الاهلي او لصالح الزمالك كانت الدنيا خربت، قامت ما قعدتش. هنفضل ندافع عن نادينا، واحنا باذن الله هننصر نادينا بربنا سبحانه وتعالى، ثم بالحق وبكلام الحق. وانتوا حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، ومش هنسيبكم غير لما الحق يمشي باذن الله، وربنا هينصر الزمالك. ويا جمهور الزمالك اقفوا ورا الفرقه وبقوه وباخلاص زي ما انتم معودينا، وربنا هينصرنا ان شاء الله السنه دي. اديكم شايفين اللي بيحصل من المولى عز وجل. وقلنا في كذا فيديو الحق اللي هيمشي، لان ربنا اسمه الحق، احنا ما بنشمتش في حد. لكن شوف اللي حاصل في الفرقه الثانيه، وكلها تدخلات قدريه عشان توصل رساله للناس. يا جماعه اتقوا الله وتصرفوا. المنظومه دلوقتي ما بقتش جاست متعه وبس، لا، في ناس بتاكل من وراها عيش، وفيها مصالح وفيها بيزنس وفيها شغل، فاصبحت حته ارزاق. فما ينفعش ان احنا نحيد فيها عن الحق عشان في ناس بتتاذي بجد. يا اتحاد الكوره يا لجنه الحكام يا رابطه، والله انا ما عارفكم رابطه محترفين ولا رابطه خاص ولا رابطه كرفس، ربنا سبحانه وتعالى بقى ينجينا منكم. اتقوا الله وتصرفوا بحياديه، انتوا ناس مسؤولين وهتتحاسبوا، وربنا هينصرنا ان شاء الله. وباذن الله بكره نعمل فيديو احلى من فيديو بتاع ماتش الزمالك والمصري لما نكسب باذن الله ونفضل متصدرين الدوري.
السلام عليكم ورحمة الله.